السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة المشاهدون لهذه التغطية من مدينة تايبة جلانين كفرين السنغال. فنحن الآن في مدينة تايبة لشهود أو لحضور توزيع غذاء من الإخوة العرب الكرام، يعني جمعية خطر الخيرية، وجاءوا بمساعدة كبيرة، مساعدة تشتمل بأرز وكذلك بزيت وكذلك بما يضاف إليهما. إذن فنحن نشكرهم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونخبركم أن الأمر أن المساعدة قد وصل في وقته، ونحن في استعداد تام لاستقبال شهر رمضان المبارك في الأسبوع القادم إن شاء الله. سيحل علينا شهر رمضان المبارك، ومع ذلك جئتم بهذه المساعدة الخيرية، فجزاكم الله عنا خيرا وأطال عمركم وسدد خطاكم وعزمكم من كل ما تخافون. إذن الحمد لله رب العالمين، فشكر لكم. كما شاهدتم في التغطية الناس يأتون من كل فج ليأخذوا نصيبهم يعني لاستقبال الشهر رمضان المبارك الذي سوف يحل علينا في الأسبوع القادم. فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا أنسى الأخ أحمد سلان، وكان يساعدنا ويوصل إلينا المساعدات التي يتلقاها من سيادتكم في كل سنة، سواء من إفطار الصائم، وسواء من زكاة الفطر، وسواء من الأضحية ونحو ذلك في كل سنة. والآن في فراش المرض نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعيده إلينا، وأن يجدد ويؤكد يعني اتصاله وأمنه وثقته بكم إن شاء الله في المستقبل، كما كان يؤدي دور المساجد ودور الإفطار ودور يعني زكاة الفطر كما أردتم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأحييكم بتحية الإسلام وأهنئكم تانية في هذا اللقاء. كنا في بلدة الجلانين. أنا ألقي كلمة باسم الجمعية الإسلامية للتربية والتعليم، وعلى رأسي الشيخ أحمد سلان حفظه الله ورعاه. لأن هذه المنطقة هو منطقة كله يعرف من هو الشيخ أحمد سلان. الشيخ أحمد سلان هو رئيس الجمعية الإسلامية للتربية والتعليم. هذا جمعية معروف في السنغال لكثرة المشاريع التي تم تنفيذها في كل المناطق، مثلا مثل حفل الآبار وتوسيع الأضاحي وصلاة رمضانية وكفالة الأيتام. كل منطقة في السنغال هم يعرفون من هو الشيخ أحمد سلان. الشيخ أحمد سلان هو رجل طيب، نسأل الله أن يبارك لكم. ونوجه الكلمة لمكتب الخطر الخيرية، نوجه الكلمة لمكتب الخطر الخيرية الذي على رأسه علي جماعي، نشكره شكرا جزيلا على خدمتهم وعلى جهودهم الطيبة الذين يقدمونه في البلدة هذا البلدة. لأن الشيخ علي جماعي هو قلب مملوء بالسلامة والحكمة، لأنه عظيم الشأن وكبير المستوى، الذي معنا في هذا اللقاء لكي توسيع الصلاة الغذائية في هذا البلدة جلانين. العدد 384 صلى اليوم في جلانين إن شاء الله بإذن الله. نحييكم بتحية الإسلام ونشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتب قطر الخيرية بالسنغال يتشرف اليوم بزيارة منطقة طيبة بكفر، وذلك في إطار تنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية
الحمد لله هذا المشروع يعني يوافق قدوم شهر رمضان المبارك إن شاء الله. وفي هذا الإطار نشكر يعني كل المتعاونين من السلطات المحلية والجهوية وكل مؤسسات الدولة بالسنغال، وكما نشكر يعني المتعاونين من جمعية الدعوة والإسلام، ونذكر هنا الشيخ أحمد سلان وكل الفريق العامل بهذه الجمعية المتعاونة معنا. بارك الله فيهم وبارك الله في كل جهودكم وجهود الأهالي هنا. اليوم نوزع حوالي 348 سلة. تم الأمس توزيع 700 سلة، وغدا بقية السلال إن شاء الله. ومجمل المشروع سيستفيد منه 1692 عائلة إن شاء الله. هذا المشروع يعني يندرج ضمن المشاريع التي تقدمها منظمة قطر الخيرية بالسنغال، منها الجانب الإغاثي ومنها جانب الموسمي، ومنها إن شاء الله ننطلق في التفكير والعمل على مشاريع أخرى في جانب التنمية المحلية، التنمية الاقتصادية، التنمية في التربية وفي الصحة إن شاء الله. نشكر كل المتعاونين والمتداخلين، ونتمنى أن نقوم بهذا الواجب على أتمم وجه، ونشكر كل الحضور وبارك الله فيكم. السلام عليكم.